أسس بالعربي. اهلا وسهلا بكم في شروحات اسس بالعربي، الكورس المدرب الشخصي المعتمد من ايس. شرح بالعربي شابتر 15 الا وهو بعنوان Considerations for Client with Musculoskeletal Issues، يعني الاعتبارات المهمة اللي لازم يعرفها اي مدرب عن الناس اللي ممكن يجولك وعندهم مشاكل سواء في العضلات او في العظم. في ناس كتير بتيجي تتمرن وهي عندها مشاكل في المفاصل او في العظم او في العضلات، زي واحد يجيلك وعنده خشونة في الركبة، ألم اسفل الظهر، او عنده هشاشة في العظام، او حتى في مشاكل في الاوتار او في الاربطة زي مثلا السوبراسباينيتس للكتف، او لو عنده فروزن شولدر. الناس دي محتاجة تعامل خاص، والمدرب الشاطر هو اللي يعرف ازاي يعدل التمرين ويظبط البرنامج التدريبي عشان يناسبهم ويقلل الخطر عليهم. عشان كده بالموضوعات اللي هناخدها النهاردة في الشابتر ده، رقم 1 describe the role and the scope of a personal trainer in working with clients who have or have had musculoskeletal injuries. وهنا هنفهم مع بعض دور المدرب الشخصي وتعرف حدود شغلك لما تتعامل مع ناس عندها إصابات في العضلات أو في العظم حاليا او كان قبل كده عندهم، يعني تعرف ايه اللي ينفع يعملوه او يتمرنوه وايه اللي لازم انت تسيبه للدكتور او لاخصائي العلاج الطبيعي. رقم 2 explain the role of pain and how to communicate with client in pain. هتفهم ايه هو الألم وازاي تتكلم مع العميل اللي بيحس بالألم وتساعده من غير ما تزود عليه او تتجاهل اللي هو بيقول. رقم 3 recognize acute injuries and respond through the application of emergency response protocols. هنعرف ايه هي الاكيوت انجري اللي هي الاصابات المفاجئة، يعني الإصابة اللي بتحصل فجأة أثناء التمرين، زي مثلا لما بيلعب اتلوى الكاحل بتاعه أو عضلة شدت جامد أو يحصل كدمة أو يتخبط. فهنا لازم تعرف ازاي تتصرف بسرعة وبذكاء باستخدام خطوات الإسعافات الأولية اللي هنشوفها مع بعض هنا إن شاء الله. أما رقم 4 identify signs of chronic injuries or conditions. وهنا في نوع تاني من الإصابات بنسميه chronic injury، يعني الإصابات المزمنة، ودي الإصابات اللي بتيجي تدريجيا مع الوقت، يعني مش بتحصل فجأة كده، زي إن إحنا نفضل نكرر تمرينة بحركة غلط مثلا مع الوقت فما نديش للجسم وقت إنه يرتاح فيحصل لنا زي التهاب الأوتار أو وجع أسفل الظهر، ودي طبعا بتزيد شوية بشوية يجي العميل بيشتكي. هنتعلم إزاي نقدر نلاحظ العلامات دي ونقول هنا إن كانت دي إصابة مزمنة أو إصابة acute. أما رقم 5 recognize when referred، ودي مهمة جدا to a healthcare professional is indicated. وهنا نعرف بقى امتى تحول العميل ده للدكتور، لازم تروح يا ابني للدكتور ما ينفعش، أو أخصائي العلاج الطبيعي. أما رقم 6 design safe and effective exercise programs for clients with a history of common musculoskeletal injuries. ازاي بقى نصمم برامج تدريبات تكون امنه وفعاله للناس دي؟ انت اولا مش دكتور، بس مطلوب منك تساعد في العمليه بتاعه التاهيل. فالناس اللي عندها اصابات قديمه سواء في المفاصل او في العضلات لازم تعرف ازاي تمرنهم من غير ما تسبب لهم اي تعب او خطر للاصابه ان هي تزيد. أما رقم 7 apply appropriate exercise programming to avoid injury during workout. تقريبا نفس المنطق، بس هنا هنشوفه بالتمارين، ايه هي التمارين اللي نعملها، ايه التمارين اللي ما نعملهاش، وازاي نعدل الانتنسيتي بتاعتها عشان نحافظ على سلامة العميل بتاعنا. يبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. التعامل مع الإصابات والألم في التمرين طول ما أنت شغال كمدرب شخص، هتقابل عملاء كتير بيجولك بيشتكوا من بعض الآلام المعينة وهم بيتمرنوا، أو ممكن يجوا حس التدريب ويقول لك أنا عندي إصابة جديدة، أو هو طالع على السلم الزحلقة رجليه اتلوت، أو هو بيشيل مش عارف إيه مع ماما الحق ده رجليه ركبته طقت ظهره. أول حاجة إنك تلاحظ الألم أو المشاكل في الحركة، ودي قلنا إن إحنا ممكن نلاحظها من خلال الكاينيتيك شيل، يعني لو في خلل أثناء التقييم اللي إحنا أخدناه في الكورس
هنا وبنبتدي نشوف الكاينيتكشين بتاعتنا، هل في مشكلة؟ فساعتها مع تكرار التمرين بالشكل ده هيعمل الإصابة اللي احنا قلنا عليها. فإذا لقيت في ثغرات معينة أو في اختلال قوامي معين، فده هيدل إن تكرار حركة معينة هيؤدي إلى مشكلة أو إلى إصابة، فمن الأفضل إنك تعالج الكلام ده. برضو بتسأل إن كان الألم ده ناتج عن إصابة ولا هو من تكرار تمرين معين بيحس بألم في المنطقة دي. ولازم تفرق بين نوعين: التعب الطبيعي أثناء التمرين وده بيكون عادي ومقبول، ما احنا بنلعب حديد مش بنلعب بلاستيك، هيكون في جزء من التعب. لكن في تعب عن تعب يفرق. ازاي تعرفه بقى؟ هنشوفه في الشوت. مش من شغل المدرب الشخصي انه لو حد اشتكى من الم او اي اصابه جامده انه هو يقول له تعالى اما اعمل لك اختبارات واقول لك ايه المشكله وممكن اكتب لك ادويه كمان وابعتك تعمل الاشعه الفلانيه. دي مش شغله المدرب الشخصي، دي شغلانه الدكتور. يعني لو حد اشتكى من الم او اتصاب اصابه جامده لازم تبعت العميل ده للدكتور او لاخصائي علاج الطبيعي. الدكاتره بيكون معاهم ادوات أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zainab to nutrition